الا خرجتي الشارع وسولتي الناس على صناعه السيارات في المغرب، فالردود غتكون على الشكل التالي: الاغلبيه الساحقه غادي يقول لك باللي ما كاينش صناعه سيارات في المغرب بتاتا، بينما ناس اخرين غادي يقول لك باللي راه كاين واقيلا واحد لوزين ديال صناعه السيارات في طنجه. اليوم غادي نوضح لكم القصه ديال قطاع صناعه السيارات في المغرب، امتى وكيفاش بدات القصه وكيفاش حتى وصلت لهادشي اللي وصلت ليه اليوم، وشنو اللي خلات التجربه تنجح في المغرب بالذات على عكس بعض الدول العربيه الاخرى، واسئله اخرى غادي نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم. معكم عصام كريم، واللي اول مره كيدخل القناه ديالي ما تنساش دير ابوني، كندير محتوى مزيان وغادي يفيدك بزاف. باش نفهموا مزيان غادي نرجعوا للور وبالضبط سنه 1959 من بعد ما خدا المغرب الاستقلال على فرنسا. تأسست الشركة المغربية لصناعة السيارات بالدار البيضاء اللي هي سوماكا، واللي بدات كتصنع غير شي موديلات قلال ديال فيات وسيمكا، واللي كانوا موجهين غير الاسواق المحليه. تقريبا حتى المنتصف ديال التسعينات عاد تفاهمت شركه سوماكا مع الشركه ديال فيات باش تولي دير تجميع ديال بعض السيارات ديالها، واللي غادي توجه للاسواق الاوروبيه بحال اسبانيا وفرنسا ودول شمال افريقيا بحال تونس ومصر. وهذا الشيء اللي غادي يشجع المغرب انه يبدل السياسه ويحاول انه يفكر يستقطب شركات السيارات الكبار ويوفر لهم المناخ المناسب والامكانيات باش يجيو يصنعوا السيارات ديالهم في المغرب. لهذا بدا المغرب كيفكر في تحسين البنى التحتيه ديال البلاد وتوفير المواد الاوليه واليد العامله المؤهله وتسهيل مصادر الاستثمار ديال الشركات الاجنبيه في المغرب، لان المغرب كان عارف واعي بان اي شركه صناعه السيارات قبل ما تقرر تستثمر في المغرب غادي تفكر باللي غادي يخصها مواد اوليه متاحه ويد عامله مؤهله وموانئ باش تصدر السيارات ديالها لمختلف دول العالم. فالمغرب كان ذكي وفكر مزيان وقال باللي الا بغيت نجيب شركات كبار ديال صناعه السيارات للمغرب، علاش ما نجيبش لي فورنيسور ديال المواد او القطع باش كيخدموهم الاولين، وديك الساعه غادي يكون سهل عليا باش انني نجيب شركات ديال صناعه السيارات. وهنا اول حاجه دارها المغرب هي انه طرح سوماكا الخوصصه وباع 26% ديال سوماكا لرونو الفرنسيه في 2003، وفي 2005 رفعت شركه رونو الحصه ديالها ل 54%. اما الان فهي كتمتلك 80% من شركه سوماكا، وبدات سوماكا كتنتج موديلات لوغان في 2005 وبدات التصدير في سنه 2008. لحد هنا المغرب يلاه في بدايه الطموحات ديالو في هذا القطاع، الشيء اللي غادي يخليه انه في سنه 2007 غادي يوقع اتفاقيه مع شركه رونو الفرنسيه لبناء واحد لوزين ديال صناعه السيارات في مدينه طنجه اللي القيمه ديالو 600 مليون يورو، واللي غادي ينتج لنا 400 الف طوموبيل سنويا، واللي 90% منها غادي يكون موجه للتصدير و10% للسوق المغربيه، واللي غادي يبدا الانتاج سنه 2012. هذا الاستثمار ديال شركه رونو الفرنسيه في المغرب كان عنده واحد القيمه مضافه كبيره على المغرب وعلى الاقتصاد المغربي، بحيث انه ساهم في جلب العديد من الشركات الكبرى ديال تصنيع قطع الغيار ديال السيارات واجزاء السيارات للمغرب بحال سوميتومو ويازاكي اليابانيتان، ليوني الالمانيه المختصه في انظمه اسلاك السيارات، وشركه ديلفي اوتوموتيف الامريكيه، وشركه انطولين الاسبانيه، وشركه فاليو الفرنسيه الى اخره. من بعد 3 ديال السنوات بالضبط مجموعه بي اس ا اللي كتضم بيجو وسيتروين واللي ولات حاليا ستيلانتيس من بعد اندماج ديالها مع اف سي ا الامريكيه الايطاليه، قررت انها تفتح وزين ديال صناعه السيارات في المغرب وبالضبط في مدينه القنيطره بقيمه ديال 600 مليون ديال الدولار، واللي غادي ينتج لنا 200 الف سياره في العام ديال بيجو 208. وهنا ولا المغرب عنده طاقه انتاجيه ديال اكثر من 700 الف سياره في العام بين هاد جوج ديال الوزينات رونو طنجه وستيلانتيس القنيطره، بالاضافه الى العديد من الشركات ديال قطع غيار واجزاء السيارات اللي جات مع هذا المعمل الثاني بحال شركه نيكستير وشركه ديكاستال وشركه بروما الى غير ذلك. من بعد جوج ديال الوزينات والكم الهائل من الشركات ديال قطع الغيار واجزاء السيارات اللي توافدت على المغرب، وهذه الوتيره اللي غادي بها قطاع صناعه السيارات في المغرب، فالعديد من شركات صناعه السيارات الكبرى في العالم بينات على الرغبه ديالها باش تجي تستثمر في المغرب. فعلى سبيل المثال حسب الموقع ديال افريكا انتليجنس، شركه فولكس فاجن كانت كتحط اللمسات الاخيره على خطه عمل لبناء مصنع كبير في المغرب، وفي سنه 2019 اعلنت شركه فولكس فاجن على الاغلاق ديال اللوزين ديالها في الجزائر نتيجه لبعض المشاكل السياسيه بين البلدين. وفي سنه 2021 اعلنت شركه هيونداي حتى هي نفس الشيء ونقلت العمليات ديالها الى المغرب. للاشاره فشركه فولكس فاجن وهيونداي مازال ما علنوش على التفاصيل النهائيه، الا ان هاد الشركات الا دخلوا للمغرب راه غادي نوليو كندويو على طاقه انتاجيه ديال اكثر من مليون سياره في العالم الخوج، واللي هذا هو الرهان ديال المغرب من هنا لسنه 2025. ما نساوش ان هاد الشركات حتى هما ملي غادي يجيو راه غادي يجيبوا شركات اخرى ديال قطع الغيار واجزاء السيارات للمغرب كما دار ستيلانتيس ورونو. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو ودارني وداركم في راسكم حتى نتوما هو كيفاش رونو غادي تخلي بزاف ديال الدول وتنقص الانتاج ديالها في دول اوروبا الشرقيه وتجي لهاد المغرب وتستثمر فيه؟ واش غير هكاك حبان فينا ولا كيفاش؟
جوابا على هذا السؤال غادي نقول لك اخاي بلي حتى حاجه ما كتجي بارازار، وان المغرب كيتوفر على بزاف ديال المميزات اللي خلاته يكون الوجهه ديال هذه الشركات الكبرى. واول هذه المميزات هو الموقع الاستراتيجي ديال المغرب والقرب ديالو من الاسواق الاوروبيه، واللي اوتوماتيكمون هنا كيقلل المصاريف ديال النقل واللوجيستيك. والافونتاج الثاني اللي هو الكلفه المنخفضه ديال اليد العامله، لانه العامل المغربي كيخدم بالربع ديال داكشي باش كيخدم واحد في اسبانيا، والنصف ديال داكشي باش كيخدم واحد في اوروبا الشرقيه. بالاضافه الى ذلك فالمغرب من الدول اللي كتبسط مصادر الاستثمار، وذلك بفضل سياسه الشباك الوحيده على عكس باقي الدول. كما ان المغرب كيعفي اي شركه كتبني منشات صناعيه في البلاد من الضرائب لمده 5 سنوات والضريبه على القيمه المضافه. وزياده على ذلك فهي كتكنو من الاستفاده من بزاف ديال الاتفاقيات ديال التجاره الحره والثنائيه اللي كتربط المملكه مع دول اوروبا وامريكا وتركيا والامارات المتحده ودول افريقيا. وكيبقى الخوت هذا الشيء كامل اللي ذكرناه ما كافيش، لهذا فالمغرب باش ما يخليش المستثمرين يحلوا فمهم استثمر مزيان في البنيه التحتيه ديال البلاد واللي تقدر تسهل صناعه وتصدير السيارات في المغرب. وبنى ميناء طنجة المتوسط طونجيميد سنه 2007 بقيمه ديال 2.3 مليار دولار، واللي كان انذاك اكبر ميناء في افريقيا. ومن بعد التوسع ديالو سنه 2019 بقيمه 1.3 مليار ديال الدولار اصبح اكبر ميناء في البحر الابيض المتوسط من حيث الطاقه الاستيعابيه ديال لي كونتينر، الشيء اللي ضمن به المغرب بلاصه مع الكبار نظرا لان هذا الميناء غادي يسهل تصدير السيارات عبر البحر الابيض المتوسط. بالاضافه الى ذلك ففي سنه 2015 المغرب غادي يخصص 7.8 ديال الدولار الامريكي لتطوير البنيه التحتيه ديال النقل، اللي من خلالها تم الافتتاح ديال خط القطار الفائق السرعه البراق سنه 2018 بقيمه ديال 4 ديال المليون ديال الدولار، اللي غادي يربط بين 4 ديال المناطق اساسيه في قطاع صناعه السيارات اللي هي كل من طنجه القنيطره والدار البيضاء. وهنا غادي تكون اكتملت الصوره ديال الايكوسيستم اللي كان رسمه المغرب بالقياده الرشيده ديال الملك محمد السادس. وفي سنه 2018 تفوق المغرب على جنوب افريقيا ولينا اكبر مصدر للطوموبيلات في افريقيا. وفي 2019 صدر المغرب 360 الف طوموبيل تقريبا بالمقارنه مع 349 الف لجنوب افريقيا و18500 طوموبيل لمصر. وفي نفس السنه حقق المغرب عائدات وصلت ل 10 مليار ديال الدولار من التصدير ديال السيارات، واللي غادي تنخفض سنه 2020 نتيجه ديال كورونا الى انها غادي تنتعش سنه 2021. وحقق المغرب 8.3 ديال المليار ديال الدولار، وحسب شركه الاستخبارات البحثيه EOS Intelligence الى بقات الامور غاديه على هذا الشكل راه المغرب غادي يوصل ل 22 مليون دولار سنه 2026. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير ابوني في القناه وبارطاجي الفيديو باش تعمل فائده. ولا بغيتي ندير فيديو على السيارات 100% مغربيه الصنع خليها ليا لتحت في التعاليق.